عمرك فكرت ليه بعد ما تدور على كوتشي تلاقي إعلانات الكوتشي في كل مكان؟ صدفة؟ ولا في حد بيراقبك؟ الحقيقة الموضوع مش زي ما أغلب الناس متخيلة. كل مرة تدخل الموقع ممكن يحفظ ملف صغير جدا على جهازك. الملف ده اسمه كوكيز. ما تقلقش، هو مش فيروس ولا بيخترق جهازك. فكر فيه كأنه ورقة ملاحظات صغيرة. الموقع بيكتب فيها معلومات زي: هل أنت سجلت دخول؟ إيه اللغة اللي اخترتها؟ إيه المنتجات اللي شفتها؟ لكن في بعض الأحيان مواقع مختلفة بتستخدم خدمات إعلانية أو أدوات تحليل مشتركة، وده بيساعد على عرض إعلانات أقرب لاهتماماتك أثناء تصفحك لمواقع مختلفة. عشان كده لو دورت على موبايل النهاردة ممكن تلاحظ بعد كده إعلانات عن الموبايلات في مواقع أو تطبيقات تانية. هل جوجل يعرف كل حاجة عنك؟ لا، لكن الشركات بتحاول تفهم اهتماماتك من خلال البيانات اللي تسمح بجمعها، ووفقاً لإعدادات الخصوصية والقوانين المعمول بيها. وده سبب إنك لازم تهتم بإعدادات الخصوصية وما توافقش على أي حاجة من غير ما تعرف معناها. كل ضغطة وكل بحث بيسيب أثر رقمي. والسؤال بقى، هل تفتكر إن الخصوصية على الإنترنت لسه موجودة؟ اكتب رأيك في التعليقات.